أبارك مرة أخرى للأمة الإسلامية ذكرى عيد الغدير الأغر، وأعلن باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية التي تترأسها وزارة الداخلية نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عيد الغدير الأغر، والتي أشرف عليها بشكل مباشر السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية. بالحقيقة كانت خطة متميزة، ولعدة أيام في محافظة النجف الأشرف بعيداً عن لغة الأرقام كانت واحدة من الزيارات المليونية الكبيرة المهمة التي بذلت فيها جهود استثنائية لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف وفرقة الإمام علي عليه السلام القتالية، مدعومة بتعزيزات وصلت من وزارة الداخلية، وهي من قيادة قوات الحدود التي طالما تشرف على الزيارات المليونية في محافظة النجف الأشرف، ووحدات من حفظ القانون وفوج طوارئ الديوانية الثالث وطلبة كلية الشرطة الدورة 71. وهناك تعزيزات في مجال المرور والدفاع المدني والاتجار بالبشر والاتصالات والاستخبارات والشرطة المجتمعية ومفارز من مخدرات الديوانية والمثنى وبابل والشرطة الاتحادية وقطعات ومفارز من محاربة الشائعات والعمليات النفسية وأصدقاء وزارة الداخلية. كان عدد الأطواق الأمنية 4، وكان عدد الطرق الرئيسية 5، وعدد الواجبات الخاصة 5، وعدد نقاط الإركاب 32 نقطة. تم تقسيم المحافظة إلى 11 منطقة أمنية و3 مقرات جوالة وعشرات المفارز الطبية. أهم ما ميز الزيارة لهذا العام عدم وجود قطوعات وانسيابية عالية باستثناء محيط المدينة القديمة بحكم جغرافية المنطقة، وعدم وجود حوادث جنائية مهمة طيلة فترة الزيارة، قلة الحوادث المرورية وكانت على عدد أصابع اليد الواحدة أو أقل، انعدام الحرائق بشكل تام، عدم عسكرة المدينة. وكنا أمام خطة أمنية استثنائية وليست خطة عسكرية. لم تكن هناك مشاهدة أو وجود للقطاعات المسلحة أو عسكرة المدينة. أيضا محدودية الشائعات، سجلنا عدد محدود من الشائعات وتم معالجتها بشكل سريع. وأيضا شهدت الخطة انسيابية كبيرة في حركة النقل. وبالتالي أكرر نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير الأغر. شكرنا وتقديرنا إلى الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها، أهالي النجف الكرام، القوات الضيفية، الإدارة المدنية المتمثلة بمحافظة النجف الأشرف ومجلس المحافظة، العتبة العلوية المقدسة والمزارات الدينية وأمانة مسجد الكوفة، وسائل الإعلام المسموعة المقروءة المرئية الإلكترونية، وهيئات المواكب الحسينية.